هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة دي شنطة سهلة جدا. تقدري لو انت ما نفذتيش شنط قبل كده او حتى ما نفذتيش اي حاجة في الكروشيه وحابة ان انت تبدأي بالشنط، فالشنطة دي هي الاختيار المناسب ليكي. سهلة جدا وبتخلص في وقت قليل وما تقدري تنفذيها بأي خيط موجود عندك. زي ما انتم شايفين شكلها شيك جدا، تخلص على طول. هقولك كمان على المشكلة اللي ممكن تواجهك وانتي بتعمليها، عشان ما تضطريش تفكي وانت في النص. بس كده جهزي خيطك وابرتك وابدأي نفذي مع الفيديو واحدة واحدة. معانا خيط سلسلة سميك شوية، ومعانا هستخدم معاه إبرة مقاس 5 ملي. هنعمل عقدة بداية وهعمل 53 سلسلة. 1 2 3 4، واحاول على قد ما اقدر وانا شغالة ان كل السلاسل يكونوا زي بعضهم. عملت هنا كده 53 سلسلة بالشكل ده، ومعايا حوالي 45 سنتي بالشكل ده. فانتوا تعملوا بما يكافئ العدد ده. اشتغل الشغل بتاعنا هيكون في ظهر السلسلة. ده وش السلسلة اللي هو حروف في بالشكل ده، وده ظهر السلسلة. هنفوت السلسلة دي هتبقى الارتفاع بتاع اول سطر لينا، فهنلف الخيط ومش هنشتغل تحت اول غرزة، هنشتغل في الغرزة اللي بعدها دي. في ظهر الغرزة هننزل، في ظهر السلسلة كده هننزل وهنشد الخيط. بقى عندنا حلقتين على الإبرة، هنشد الخيط ونطلع. دي أول غرزة وهي دي غرزة المنزلقة. هنكمل ونعمل كمان 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده كده. عملنا 8 غرز منزلقة، وهعلم الغرزة الثامنة وهكمل شغل زي ما انا شغالة برضو في نفس في ظهر السلسلة. بس هشتغل بقى، هبدأ ان انا اغير وهبدأ اشتغل غرز حشو بالشكل ده. هشتغل 36 غرزة حشو في بقية السلسلة. هفضل شغالة كده تحت كل غرزة غرز الحشو. هنكمل لحد ما نوصل ل 36 غرزة حشو. عملت 36 غرزة حشو، ولو انتوا عايزين تعيدوا مثلا تتأكدوا وتعدوا اللي انتوا عملتوه. طبعا دي كانت اخر غرزة من اول 8 غرز منزلقة، فمش هنعدها، هنبدأ من بعدها. وهنبدأ العد بيبقى من حرف الفي اللي ظاهر لنا ده. نبدأ نعد 1 2، او ممكن نعد الاتنين مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد ما نعد ان احنا المفروض يكون العدد معانا 36 غرزة حشو. يفضل لنا هنيجي نبص كده هنعد السلاسل اللي باقيه لنا 1 2 3 4 5 6 7 8، وهم الثمان غرز نفس الثمانية اللي احنا كنا بادئين بيهم. نكمل غرزة المنزلقة، والغرزة الأولانية من الجهة دي طبعا برضو هنعلمها. أنا خلاص بقيت عارفة بداية الغرز. لما اجي عند العلامة يبقى أنا هحول من منزلقة لغرز حشو بالشكل ده. 1 3. عايزه اقول لكم غرزه المنزلقه وانتوا شغالينها تحاولوا ان انتوا تهووا ايديكم شويه، بس مش قوي، بس تهووا ايديكم يعني كانكم هتشتغلوا غرزه حشو. كده خلصنا السطر الاولاني من سطور الشنطه بتاعتنا، وهنبدا ان احنا نشتغل السطر الثاني. هنرتفع سلسله ونلف الشغل، وفي اول غرزه هتقابلنا هننزل وهنشتغل في الحلقه الخلفيه غرزه منزلقه بالشكل ده، وهنكمل لحد تنسوش اول غرزة واخر غرزة علشان الشغل ما تلاقوش وانتوا شغالين سطور ان انتوا الشنطة لقيت العدد بقى مختلف، لقيتوها مثلا صغرت منكم، كشت في حاجة. فالكلام ده علشان غرزة المنزلقة بتبقى نوعا ما مش باينة، ممكن اخر غرزة ننساها ونكمل فنلاقي نفسنا
الشنطة بقى شكلها بقى عدد السطور مش متناسق، فالمفروض ان كل سطر يكون نفس عدد الغرز فيه هي. فلو انتوا متلخبطين ممكن تعدوا بس على الاقل غرز المنزلقه، فطالما غرز المنزلقه مظبوطه ان شاء الله الغرز اللي في النص غرز الحشو هتبقى مظبوطه، علشان يعني هي واضحه كده. فاهم حاجه ان احنا نبدا وننتهي كل سطر يكون عندنا 8 غرز منزلقه. تعمل العلامه بس علشان بقى ايه ان شاء الله تسهل لي الشغل السطور الجاي. هنكمل كده، اشتغلنا 8 غرزه حشو في الحلقه الخلفيه، قصدي منزلقه. هنكمل غرز حشو بقى، والمفترض برضو ان هما يبقوا 36 غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده. وهكمل لحد ما اوصل لغرز المنزلقة اللي في اخر السطر التمانية برضو. وصلنا عند العلامة، وطبعا خلاص طالما وصلنا عند العلامة يبقى نشتغل منزلقة. وهنكمل احنا لسه، عشان احنا لسه في السطور الاولانية فباينه قوي. بعد كده واحنا شغالين اثناء الشغل هنلاقي ان الغرزه دي مثلا دخلت معايا، ممكن مثلا مره انا شديت ايدي وانا شغاله فهنلاقيها بقت ايه مش باينه، فممكن افكر ان انا كده خلصت السطر واطلع واكمل. فغرزه المنزلقه بالذات ممكن تكون مش باينه في اخر السطر، فاعديها وبناء عليها هيبقى العدد مش مظبوط، وبناء عليه الشنطه مش هتبقى مصغر مني في النص، فهضطر ان انا افك. فناخد بالنا ان العدد لازم يكون 8 غرز منزلقه اختم بيهم، وبحط العلامات عشان اسهل على نفسي بدل ما اقعد اعد كل سطر. كده خلاص خلصنا السطر التاني في الشنطة، وهكرر بقى السطور الجاية هتبقى كلها تكرار للسطر التاني. غرز منزلقة فوق غرز المنزلقة في الحلقة الخلفية، 8 غرز منزلقة فوق الغرز المنزلقة في الحلقة الخلفية، و36 غرزة حشو في النص، وبننهي ب8 غرز منزلقة برضو في الحلقة الخلفية هنا. وأعمل بقى عدد من السطور لحد ما أوصل للطول الشنطة المناسب ليا. هنا عملت 34 سطر بالشكل ده كده. ده كده العرض بتاع الشنطة هيبقى حوالي 22 سنتي، حوالي 22 ل23 كده، يعني 22 ونص. طب 37 سنتي في حوالي 23 عرض. ده هنا ده الوش ده ظهر الشغل بتاعنا، ده الوش. يعني انا قررت ان هو كده ده الظهر، ده كده الشنطة هتبقى بالشكل ده. شايفين شكلها جميل قوي ازاي؟ يبقى ده كده العرض بتاعنا والطول بتاع الشنطة. هبدأ بقى ان انا هقلبها على الوش كده، وهقفل الجنبين على الوش. تمام، طبقت الجزئين، والمفروض قلنا زي كل جزء يكون هنا 26 وهنا 26 علشان يكون كل غرزة قصاد التانية بالظبط. تمام، وهبدأ ان انا هنا كده من الحلقة الخلفية في اول غرزة منزلقة احنا عاملينها، هبدأ ان انا اشد الخيط بالشكل ده. تمام، وكده قفلنا اول غرزتين مع بعض. بعد كده هبدأ ان انا اقفل بقى كل غرزة تقابلني، بس هقفلها بغرزة حشو بالشكل ده كده. تمام، وهكمل الجنب ده الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية غرزة حشو. تمام، نكمل.
خلصنا اهو. اخر حاجة كان اخر غرزتين دول 25، لسه في اللي هي الاخيرة خالص ال26، فاحنا ممكن ننزل تحتها خالص الاتنين دول. نشيل طبعا. كله في ظهر الشغل، الحاجات دي كلها جوه. هبدأ ان انا برضو اعمل الجنب التاني بنفس الطريقة. هنيجي هنا زي ما عملنا الناحية التانية بالظبط، هنيجي هنا عند اول غرزة كده بالشكل ده، اول غرزة منزلقة وتحت الحلقة الامامية. طبعا الخيط ده هيدخل معانا واحنا شغالين، هننضفه بالمرة. وهنخش تحت اول غرزة برضو من هنا، وهنسحب الخيط كده بالشكل ده كده. بنفس الطريقة كده اشد كويس جدا، واشد حتى الطرفين دول معايا، وهبدأ في ان انا عشان بس ماسكة الخيوط كده اهو. كده كده هنا خلصت اهو. انا كده خلصت برضو الجنب التاني. هنبدأ بقى ان احنا هنقلب الشنطة. طبعا هركب لها المغناطيس ده جوه، هركبه لها جوه هنا كده بخيط بإبرة، هخيطه بالخيط والإبرة. هنا خلصت خلاص الشنطة بالشكل ده كده، وعملت لها ركبت لها المغناطيس، شايفين شكلها من جوه. لسه بقى هركب لها الحلقتين دول. الشنطة بتاعتنا النهاردة. يا رب في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفترة الجاية، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم الشغل اللي بنزله. وبس كده، ومع السلامة.